السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل التفاح البلدي كومبوت بالفانيليا، تحفة وهيعجبك قوي. معانا هنا اي كمية تفاح، انا هنا تقريبا نص كيلو وزيادة شوية كانوا فايدين عندي، فهستغلهم واعملهم الكومبوت ده. معايا كوباية ونص سكر، نص ليمونة، فانيليا، 6 كوبايات مية. معايا هنا التفاحة غسلها كويس جدا، هقشرها اللي هو من جوه قلبها بس، لكن انا بسيبها بقشرها. القشر فيه فوائد فما اقدرش ارمي القشر، في بيقشروه فبصراحة بيتهري، وانا بحب الحاجة مظبوطة معايا ومقرمشها وما تتهريش. خلاص قطعت كمية التفاح بتاعتي زي ما انتوا شايفين، حاطة 6 كوبايات مية، فهنزل عليهم بكوباية ونص سكر. عايزة تحطي كوبايتين. المحلول السكري ده على حسب مزاجك انتي، على حسب ما انتي عايزة مسكر قوي او مش مسكر قوي. حطيت كوباية وقلبتها، وهنزل باقل من نص، وفعلا بعد كده هحتاج النص دوت لان دقت المية محتاج برضو نص كوباية سكر. يعني انا حطيت كوباية ونص، انتي كوبايتين براحتك خالص. المحلول السكري ده بمزاجك انتي، انا بالنسبة لي كده تمام وكويس. هقلبه كويس وهرفعه على النار علشان يغلي معايا. هسيب الفانيليا في الاخر. اول ما غلي معايا نزلت بكمية التفاح بتاعتي بالقشر، يا جماعة القشر مفيد. خلاص نزلت بكمية التفاح، مجرد بس المح بس غليان من الجنب هبتدي اطفي على البوتاجاز، يعني مش هخليه يغلي خالص. بعد ما طفيت هنزل بالفانيليا بتاعتي وهقلبه كويس جدا. خلاص انا مش عايزه الميه تسخن معايا تاني، طالما غلي خلاص كده تمام. انا مش عايزه التفاح يتهري معايا، انا عايزه التفاح ماسك نفسه، مش يقعد يغلي على النار لغايه لما يتهري مني. لا، انا عايزه التفاحيه زي ما قايلالك تقرش معايا وماسكه نفسها كويس. دلوقتي انا بصبها في طبق واسع، وهبتدي احطها في التلاجة او في اي حاجه انتي تحطيها فيها، ولما يسقع ببتدي اغرفه. ودوقي احلى كومبوت مسلك في الصيف. اعملي الكميه اللي انت عايزاها بالطريقه دي، وطعم الفانيليا بيديها نفس حلو قوي غير القرفه. بصراحه انا محبتش القرفه، جربي الفانيليا ومش هتندمي. زي ما قلت لك اي كميه تفاح، محلول الميه 6 كوبايات مع كوبايه ونص سكر مظبوطين جدا، مع كيسين الفانيليا ونص الليمونه. ويا ريت الاول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب، واستنوني فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.